ازيكم يا غاليين؟ جايه لكم النهارده بالاكله الجامده دي. بجد حاجه كده جامده جموده، شايفين؟ يلا بقى هاتوا رغيفين عيش، تعالوا اقعدوا جنبي. هنعمل الاكله دي بجد تفتح النفس، وعايزه لمه كده خطيره. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. هي دي كل مكونات، عباره عن ايه؟ طماطم، بصل، فلفل الوان، بطاطس، جزر، بتنجان. بتنجان احنا قطعناه مكعبات، ونرش دي وشويه ملح، بس كده. نكمل مع بعض. هنجيب كده قلاية زيت سخن، انزل عليه باكتر حاجه بتاخد سوا، وهي البطاطس. انا مش هحمرها، انا بس ايه، هدي كده ايه صدمه كده بحيث ماسكه نفسها. شايفين؟ كده حلو قوي. اطلعها من القلاية ونفس حبه الزيت هم. كل استخدامي في الوصفه دي نص كوبايه زيت، صدقوني مش اكتر. هنزل في نفس القلاية بالبتنجان بتاعنا. شايفين؟ برضو زي ما عملت مع البطاطس هعمل مع البتنجان. هديله كده صدمة لما احس ماسك نفسه، وهطلعه. ولا بحمره ولا بدبله، انا بس بديله صدمة عشان يبقى ماسك نفسه معايا في الطاجن او في الاكلة بتاعتي بالشكل ده. حلو قوي. طلعه ونكمل في نفس القلاية باقي وصفتنا. كده انا عملت بطاطس وبتنجان. هنجيب كده معلقة توم كبيرة، هننزل كده نفس الزيت، ونبدأ ان احنا نحمرها. بس هنا أنا مش هاحمّرها جامد، أنا بس مجرد بس تدبل معايا كده، وأنزل عليها ببهاراتي عبارة عن فلفل أسود وكزبرة، وأبدأ أشوّح البهارات مع التوم لمّا أشم ريحة البهارات، وبكده أكون خدت الدرجة اللي أنا عايزاها. بس حوالي أدّيها حوالي 20 ثانية كده، وهاكون مجهّزة معاكم الخطوة التانية، وهي عبارة عن بصل. ده بصل أحمر أنا مقطّعاه تقطيع عشوائي، تمام؟ هنا بصل أحمر بيخلّي الأكلة أو الوصفة طعمها مسكّر وجميل جدًا. أشوّح البصل مع التوم، وهاكون مجهّزة معاكم جزراية كبيرة باشرُها، لازم تكون مبشورة عشان تستوي معايا بسرعة. لو قطّعتيها مكعبات مش هتبقى لطيفة خالص. أقلب بقى البصل مع التوم مع الجزر حوالي 20 ثانية كده، لمّا أحس إن هُم دبلوا مع بعض. وهاكون مجهّزة معاكم الفلفل بتاعنا، فلفل ألوان. أنا كان عندي أصفر وأخضر وأحمر، وكمان حطيت نُص قرن spicy حار يعني، ممكن تستغني عنه. مقطّعاه حلقات هيدّي طعم برضه حلو أوي للأكلة بتاعتنا. يعني مش هيبقى حامي أوي، كده تمام. يكون معايا بقى معلقة صلصة، هانزل كده على المكونات بتاعتي، وكمان معايا طماطماية كبيرة مقطعاها مكعبات، بميتها وببذرها، مش هيفرق. طبعًا إحنا حطينا طماطماية مش هنستغنى عن عصير الطماطم. وهنا بقى أكمل بهاراتي عبارة عن ملح وكمون، حطينا قبل كده كزبرة وفلفل أسود، تمام. ضبطنا كده الحياء. هنكون عاصرين حوالي نص كيلو مش أكتر طماطم، مش هنعوز طماطم كتير في الوصفة دي، تمام. حلو أوي، بجد ريحتها خطيرة خطيرة. هابدأ أنزل بقى بالطماطم بتاعتنا، واسيبها حوالي من 5 ل7 دقايق على نار متوسطة تتسبك مع بعضها، بحيث إن الجزر يستوي، وكمان باقي الخضار يدبل معايا. عشان نكمل وصفتنا هاغطيها كده واسيبها حوالي 7 دقايق على نار متوسطة. وبعد 7 دقايق يا حبايبي هيكون ده شكلها، شايفين؟ بجد الريحة خطيرة، بجد جميلة جدًا. هنا بقى أبدأ أنزل بالبطاطس بتاعتي والبتنجان اللي هُم أخدوا معايا صدمة قبل كده. نقلب بقى كله مع بعضه. الوصفة دي ما خدتش غير نص كوباية زيت، يمكن أقل كمان صدقوني. وهنغطيها ونسيبها 5 دقايق كمان ونرجع لها. بعد 5 دقايق هنشوف بقى، بصوا أهم حاجة عندي تكون البطاطس مش مهرية ومش نية. كده حلو أوي، إن كل ما هي تبرد الوصفة بتاعتي كل ما تستوي أكتر بطاطس. مع بعض نقدمها. لمّا بردت معايا دي شكلها، بصوا يا جماعة جنشناها بشوية كزبرة خضرا، صدقوني وهي سخنة طعمها خطير، وهي باردة طعمها جامد بجد. خطيرة، وبجد تستاهل التجربة. حلوة جميلة جدًا، تقدموها فطار، غدا، تقدموها سحور على سفرتِك في رمضان. حلوة أوي، وكمان أكلة اقتصادية نباتية حلوة أوي في الصيام. عايزة بقى رغيفين عيش محمصين، بجد حلوة أوي، عايزة لمة كده تفتح النفس. طعمها يا جماعة مش قادرة أوصف لكم، جميلة ولذيذة وخفيفة. وبكده خلصت وصفتنا النهارده. أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم لايك، كومنت تشجيعي، ولو مش متابعيني تابعوني وشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. بألف هنا على قلبكم، مع تحياتي مير أنور، باشكركم جدًا، جدًا، سلام.